لأ ثانية واحدة، هو أنا بس اللي حاسة إن الست لازم تكون مليون واحدة في نفس الوقت، تاخد بالها من عيالها ومن نضافتهم ومن لبسهم ومن مذاكرتهم وصحتهم ودروسهم وتمارينهم ونفسيتهم وفسحهم ومن جوزها كمان، تسمعه كلام حلو وتطبطب عليه، تهون عليه تعب الشغل وتجهز له أكله وشربه وهدومه، ولسه بقى البيت من نظافته وترتيبه وغسيله ومواعينه، تاخد بقى بالها من أهلها وأهله والواجبات والمناسبات والزيارات والمكالمات اللي مينفعش تتأخر، وصحابها اللي لازم تسأل عليهم وتطمن، ونفسها بقى بتفضل آخر حاجة في القايمة. تاكل ايه، ترتاح امتى، تهتم ببشرتها بنفسيتها، حتى علاقتها بربنا بتأجلها. بس هو في وقت للفراغ أصلا؟ هي الست المفروض كام واحدة في اليوم؟ وأكتر سؤال بيدور في دماغي هو مين بياخد باله منها، مين بيطبطب عليها زي ما هي بتطبطب على الكل. أوقات بحس إنها بتجري طول اليوم، تضحك وهي جواها تعبانة وتسكت وهي محتاجة تتكلم، بس برضه بتكمل لأنها شايفة إن الكل قايم بيها. بس الحقيقة لو هي وقعت الكل بيقع بعدها. عشان كده لازم تقف شوية، تاخد نفسها وتقول لنفسها أنا مش بس أم ولا زوجة، أنا إنسانة كمان، ألاقي حق أعيش وارتاح وأضحك من قلبي وأهتم بنفسي من غير ذنب. لأن اللي بيهتم بنفسه بيقدر يهتم باللي حواليه. يمكن محدش بياخد باله ان الست ساعات بتسكت مش عشان مفيش كلام، لكن عشان خلاص تعبت من كتر التبرير، تعبت من انها دايما تكون القوية اللي بتسند الكل ومحدش بيسندها. هي اللي بتخبي وجعها ورا ضحكة وبتخبي دمعتها عشان محدش يقلق، بتقول ماشي الحمد لله وهي جواها عاصفة. الناس بتشوفها دايما جاهزة مبتسمة، بس محدش بيسألها آخر مرة نامت براحتها كانت امتى، آخر مرة عملت حاجة بتحبها من غير إحساس بالذنب كانت امتى. يمكن الكلمة الطيبة اللي بتقولها لكل اللي حواليها هي نفسها محتاجاها ترجع لها، محتاجة حد يقولها كفاية تعب، انتي بتعملي اللي عليكي وزيادة. مش غلط لو وقفت شوية، مش غلط لو قلتي أنا محتاجة راحة، ولا غلط لو بكيتي، ولا غلط لو قلتي مش قادرة. الست مش مطالبة تكون قوية طول الوقت، الست محتاجة تكون بخير بس كده. خدي بالك من نفسك ومن صحتك من قلبك، لانك لو انتي كويسة كل حاجة حواليكي هتبقى كويسة. ولو الدنيا دوختك ارجعي لربنا، هو الوحيد اللي بيريح القلب فعلا وبيفهم تعبك حتى من غير ما تتكلمي. انتي مش قليلة ولا مقصرة، انتي بس انسانة بتحاول وبتحب من قلبك وبتدي اكتر من طاقتك.